السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. النهارده معانا وصفه جميله جديده مختلفه. هي ايه؟ هنعمل الجلاش بالكنافه. ازاي؟ هنشوف مع بعض هنعمله ازاي. جبت هنا عندي اقل من نص كنافه بتاع 300 جرام، فرمته في الكب عشان كنت جايباه طازه، عشان انا النهارده كنت بحتفل بعيد ميلاد ولادي. فبصراحه قلت اما اعمل طريقه جديده للجلاش هتشوفوها معايا، وحبيت اشارككم اليوم. جبت 3 معالق سكر ودمجتهم كده مع الكنافه بتاعتي، وبعد كده هجيب 3 معالق سمنه وادوبهم في الميكروويف، وبعد كده هضيفهم على برضو الكنافه بتاعتي، ونقلبهم بقى كده وندمجهم مع بعض. عايزه تحطيهم على البوتاجاز وتحمريهم على البوتاجاز من فوق براحتك، عايزه تدخليهم الفرن زي ما انا عملت شغلت عليهم الشوايه براحتك برضو. بس طبعا لما بنعملها في الفرن بتبقى اسهل، لان على البوتاجاز بتبقى محتاجه ايه؟ ان احنا نفضل نقلب فيها طول الوقت، فبتبقى متعبه شويه على الايد. هنا حطيت 2.5 كوباية سكر، وحطيت عليهم 2.5 كوباية ميه عشان اعمل شربات، وسبته بقى على النار هاديه، وطبعا نص ليمونه. هنا الكنافه بتاعتي كانت اتحمرت، ضفت بقى الشربات بتاعي بعد ما برد او السيرب، حطيت بقى منه شويه كده ودمجت. وبعد كده جبت لفه الجلاش بتاعتي دي نص كيلو. ممكن مش هستخدمها كلها، هستخدم منها جزء، والجزء الباقي هشيله استخدمه في وصفه تانية. هنا قطعته زي ما انتم شايفين، جبت القطاعه بتاعت البيتزا وعملت كده شرايح طوليه علشان هنحشيها ايه؟ هنحشيها بالكنافه. طريقه سهله ووصفه جديده، بجد بجد هتعجبكم جدا. هنا خلصت اهو الكميه اللي انا هحشيها، ركنتها بقى على جنب وغطيتها، وبعد كده جبت سمنه تاني. عايزه تضيفي زبده على سمنه براحتك. حطيت هنا الطبقه الاولانيه او الشريحه الاولانيه ودهنتها كده بالسمنه، وبعد كده بحط شريحه تانية فوقيها علشان بس تبقى متماسكه وما تتقطعش معايا على ما اجي الفها. بعد كده جبت معلقه كنافه وهحطها في قلب الجلاش كده، وهقفلها قفله السمبوسك. طريقة سهلة وبسيطة وجديدة ومختلفة، ولا حشينا بقى سوداني ولا مكسرات ولا حشينا قشطة كدابة. لا، احنا المرة دي عملنا الجلاش وحشيناه كنافة، وكانت الطريقة في منتهى الجمال. وكان طبعا عندي ناس كانوا اهلي يعني وصحاب ولادي كانوا جايين يحتفلوا معاهم بعيد ميلادهم، فطبعا داقوا من الجلاش بتاعي ده اللي انا عملته بايدي، فطلع في منتهى الجمال وعجبهم جدا. هنا بقى ضفته في قلب الصينيه اللي انا هدخلها الفرن، وهنعمل مع بعض كمان واحده اهو. بصوا، هنجيب كده قطعه او شريحه من اللي احنا قطعناها وندهنها سمنه، تمام. وبعد كده نجيب الشريحه التانية ونحطها فوقيها من غير بقى ما ندهنها سمنه. وبعد كده هقوم جايبه طبعا الكنافه بتاعتي، واقوم جايه حاطه حبه في الحرف كده، اعملهم في حرف الجلاش اللي انا مورقاه او اللي انا حطاه طبقتين فوق بعض. هنا بصوا بقفلها كده اهي. طريقه سهله وبسيطه. ولو انت حابه تعملي القطعه او الشريحه بتاعت الجلاش اصغر من كده براحتك برضو، بس انا حبيت اعملها بالحجم ده عشان تبقى ولا تبقى صغيره ولا تبقى كبيره قوي. بألف هنا وشفا. بصوا، ونقفلها بقى كده ونضغط عليها شوية عشان الحرف بتاعها يبقى مقفول بالسمنة. هكمل بقى الكمية بتاعتي كلها اهو. وجبت بقى السمنة الزيادة، برشرش بقى عليها كده واشرب منها الجلاش بتاعي كله بنفس الطريقة كده، عشان بس لما ادخله ياخد لون جلد وجميل كده. هنا بقى حطيتها خدت لون، وبعد كده شغلت عليها الشواية زي ما انتم شايفين لونها الجلد الجميل ده. وطبعا الشربات بارد والجلاش سخن، فطبعا هنا بصب الشربات كله، ولما الزيادة بشيلها عادي اصفيها واحطها في حاجة تانية اما استخدمها بعد كده. هنا بقى بصوا الجلاش بتاعي تحفة بجد تحفة. مقرمش من بره وطري من جوه ومورق وجميل. بصوا مورق والكنافة جواه تحفة بجد جميلة جدا جدا، وبتقرمش برضو لاني ما حطيتش شربات كتير. واتمنى يا رب ان الوصفه تعجبكم وتنور رضاكم، واجد التورتايه بتاعت الولاد. وكل سنه وانتم طيبين، ويعيد عليكم وعلينا بخير، واشوفكم في فيديو جديد على خير، مع الف سلامه.